انا حرفيا عملت كل انواع الفيديوهات الا الفكره اللي في دماغي مش عارف اعملها. النهارده عدى شهر على القناه دي، بدات فيها متحمس وبرفع في اليوم 4 فيديوهات لغايه لما الحماس قل وابتديت ارفع 3 والحماس قل تاني ابتديت ارفع 2 ودلوقتي واصل ان انا برفع فيديو واحد في اليوم. وكان هدفي وانا بعمل القناه دي ان انا اعمل فيديوهات احكي فيها عن تجربتي لما بدات اهتم بصحتي، بس لما بدات اعمل الفكره دي قدام الكاميرا لقيت نفسي بعمل حاجات تانية خالص، وفي الاول جابت مشاهدات وجابت تفاعلات، لكن في اخر اسبوع الموضوع ابتدى يقل خالص، مشاهدات ضعيفه ومفيش تفاعلات خالص على الفيديوهات. وبعد ما بدات اتفرج على نفسي ما اتبسطتش خالص وما حسيتش اللي انا بقوله، وقررت اغير الفكره واصور يومي حاجه كده شبه الفلوجات، بس لقيت ان انا اقعد اصور كل حاجه في يومي وكل تفاصيل يومي ده موضوع صعب جدا، فقلت اتصور وانا بتمرن، بس بما ان مفيش حد معايا وانا اللي بصور نفسي ومعيش حتى ستاند علق عليه الموبايل، فبقت الفيديوهات تطلع بالشكل ده. فبرضه بعد ما بمنتج وبتفرج على نفسي بحس ان الموضوع مش كويس، فبدات اطلع احسن حاجه من اللي انا صورتها وارفعها، وبقيت اقول المهم الاستمراريه مش مهم الشكل ولا الاداء. بس دلوقتي وصلت لمرحله ان انا عاوز امسح كل الفيديوهات وابدا تاني من جديد. بس من الفيديو ده انا قررت اوثق الرحله زي ما هي، ومش لازم تكون مثاليه، المهم تكون حقيقيه. استنوني في الفيديوهات الجايه.